سالي لو بال الي بو، معكم ازا من قناه ازاماتي. كاملين ما تنعرفوش بزاف ديال الحوايج على عيد الحب. اللي كنعرفوه هو انه جا بيوم 14 فبراير وكنتبادلوا فيه لي هدايا، وكاين اللي كيعترف بالحب ديالو. بزاف ديال الحوايج اللي كيوقعوا في هذا النهار هذا تيكونوا متبادلين فيها باقات الورود. عطيني ورده حمراء نعطيك ورده حمراء، عطيني كارت فيه الاعتراف ولا فيه الاحاسيس ديالك من جهتي، وكيتبادلوا فيهم الهدايا كذلك العفاريت. اذا اجي نعرفوا علاش هذا الشيء ما نقدروش نديروه في نهارات اخرين، بما انه حنايا الحب عايشين فيه يوميا، وحاجه طبيعيه بانه يقدر يعترف لك اي واحد في اي نهار بغى. الحب ما غاديش يجي بالضبط نهار 14 فبراير. لهذا اجي نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى العالم يحتفل بعيد الحب نهار 14 فبراير بالضبط. عيد الحب سيادنا، عيد الحب هو تقليد قديم ترجع نشأته إلى مهرجان سنوي كان يقيمه الرومان، وكان باسم لوتراكاليا، وتسمى عيد الحب الفالنتين نسبة للقديس فالنتين المعترف به رسميا من الكنيسة الكاثوليكية، والذي توفى عام 720 ميلادية. كيرجع سبب الوفاة ديالو الامبراطور كلوديس الثاني. كلوديس الثاني اللي صدر قانون انه ممنوع على الجنود ديالو انهم يتزوجوا، اللي كان كيسحب ليه بان هذا الشيء كيأثر على الكفاءة ديالهم القتالية. هو كان الطموح ديالو انه يأسس اقوى جيش، ولكن كان القسيس فالنتين دائما كيزوج الجنود سرا على الامبراطور. لكن الامبراطور عرف بالامر وحكم عليه بالسجن والاعدام. ولات الجمجمه ديال القديس فالنتين موجوده في روما ومزينه بالزهور، معروضه كذلك في شاشه في كنيسه سانتا ماريا. تم العثور عليها فاش كانوا الناس كيحفروا سرداب بالقرب من روما في اوائل القرن 19. وكذلك تم الوصول الى بقايا الهيكل العظمي والاثار المتبقيه من القديس فالنتين، وتم تقسيمها وتوزيعها على الاماكن المخصصه للحفاظ على الاثار في جميع انحاء العالم. وهي حاليا معروضه في جمهوريه تشيك، ايرلندا، اسكتلندا، انجلترا وفرنسا. ومن بعد تختار نهار 14 فبراير نظرا لانه يوافق الذكرى السنويه لوفاه القديس فالنتين. ولكن وفقا للموسوعه الكاثوليكيه يذكر التاريخ ما لا يقل عن 3 قديسين باسم فالنتين، جميعهم أعدموا نهار 14 فبراير، ولكنهم عاشوا في أماكن مختلفة وقتلوا لأسباب مختلفة. وحدت العديد ديال السجلات اللي تم الإتلاف ديالها، فبقية تفاصيل حياة هؤلاء القسيسين فهي غير دقيقة، وظلت تنتقل من جيل إلى جيل حتى تم طباعتها في الكتب التاريخية والرسمية أول مرة سنة 1260. وبحسب هذه الكتابات فإن الفالنتين الذي خدم في روما حكم عليه بالإعدام بعد أن اكتشفوا أنه يزوج الجنود في السر، وأثناء فترة سجنه أنشأ علاقة قوية مع شابة يعتقد أنها ابنة السجان، وقبل تنفيذ حكم إعدامه بيوم أرسل لها رسالة عبارة عن كرت وداع. ولقد تم إعدامه عن طريق ضربه حتى الموت، وعندما لم تنجح القضية فتم قطع رأسه. أما بالنسبة للمهرجان الذي يقوم به الرومان فإن في أواخر القرن 15 عندما تولى البابا غلاسيوس السلطة، وهو أمازيغي من قرطاج الواقعة بتونس حاليا واسمه الأصلي جيلاسيوس، أنهى غلاسيوس هذا الاحتفال بعد توليه المنصب، ثم أعلن في عام 496 أنه يوم 14 فبراير هو عيد القسيس فالنتين. وبعدها ساهمت كتابات العديد من الشعراء مثل شكسبير وتشوسر في ربط هذا اليوم بالرومانسية، حتى أصبح في نهاية المطاف أحد الطقوس العالمية التي يتم من خلالها الاحتفال بما أصبح يعرف اليوم بعيد الحب. عيد الحب هذا هما المعلومات اللي قدرت سيدنا نجمع لكم، وهذا الشيء اصلا فين ما تنقلب هذا الشيء كيكون نفس الحاجه تتعاود. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه وعرفتوا علاش بالضبط نهار 14 فبراير اللي كيتم الاحتفال بهذا العيد اللي هو عيد الحب. شي حاجه عندنا مهمه في الحياه اللي كنقدروا نبارطاجيو فيها الاحاسيس ديالنا. وما تنسيوش تبارطاجيو معكم هذا لا فيديو. او بيزو ا تو الموند، وما تنساوش لايك وسبسكرايب وبارطاجي. Partagez. Allez, bisous.